أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. كتير بنسمع كلمة ارضى باللي مقسوم لك، بس قليل اللي فاهم إن الرضا مش إنك تكون مجبور ومستسلم وإنت بتعيط. الرضا الحقيقي هو إن قلبك يكون مطمن وهو بيستقبل أقدار ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كانت عكس اللي إنت بتتمناه. بعد سنين من التعامل مع أوجاع الناس، لقيت إن الرضا هو المسكن الوحيد اللي ملوش آثار جانبية، هو اللي بيحول الضيق لفرص والمنع العطاء. ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة قلنا قاعدة بتريح العقل من التفكير المرهق، وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تخيل ربنا بيقولك أنا أعلم وأنت لا تعلم. الرضا معناه إنك تثق في خطة ربنا سبحانه وتعالى أكتر من ثقتك في خطتك الشخصية. لما باب يتقفل في وشك، الرضا بيخليك تقول يا رب، أنا راضي باللي قسمتهولي، راضي بقضائك وقدرك، وأكيد اللي جاي هيكون أجمل لأن انت اللي اخترته. وعشان نشوف الرضا ده لما بيسكن القلب بيعمل ايه، خلونا نشوف الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان بيقول جملة هي منهج حياة: أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. يعني إيه؟ يعني بيقول لربنا يا رب، أنا فرحتي وسروري مش في اللي أنا عايزه، أنا فرحتي في اللي أنت عايزه ليا. لما مات ابنه عبد الملك وهو في عز شبابه وكان ابنه البار، الناس دخلت تعزيه وهي خايفة عليه من الوجع، لقوه صابر ومبتسم وقال: إن الله قضى قضاء فأحببت أن يكون لي فيه الرضا. ده مش برود أعصاب، ده قمة الحب لله سبحانه وتعالى. فرسالتي ليكم النهاردة من عصارة العمر: الرضا عامل زي العضلة، محتاج دايما تدريب. كل ما يحصل حاجة مش على هواك، قول اللهم إني رضيت فارضني. الرضا مش هيغير القدر، بس هيغير نظرتك للقدر، وهيخليك تشوف المنح المستخبية جوه المحن. جربوا النهاردة تبطلوا كلمة ليه يا رب حصل كده، وتبدلوها بالحمد لله، أكيد في خير أنا لسه مش شايفة.